المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح ورحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيب على الحبيب على الهبشي وعلى من وأسلفنا الصالحون أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرق
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك يا نور الظلام صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده
وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب انتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وسلم على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة
ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجس كفر وحوبته وشرك وظلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، وهبنا بالهدى واستقام فحكم، وهبنا بالهدى واستقام فحكم. يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، وهبنا بالهدى واستقام فحكم، وهبنا بالهدى واستقام فحكم. رب الجليل أنت طهرت الحرام، صفوة رب الجليل أنت طهرت الحرام، يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام، يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام. يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام، وحبانا بالهدى واستقام فحكم، وهبانا بالهدى واستقام فحكم. هادي الركبان مات وصلت البان، أرح هناك الغيث وبشر الغلام. يا هادي الركبان مات وصلت البان،
بحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستلزم أعطيتنا يا ربي أنواع النعم فحسنا بالعطاء أولى
آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفضل الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله، نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلق بيت التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناب الكريمة والبدن ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. مستقر بالسلام بالفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه، على بالشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأنكار زوره وبار، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف صلى الله عليه في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الأجل لن تبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصول صلى الله عليه. من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا صلى الله عليه، تدوير ما بت من أشرف المخلوق صلى الله عليه في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. هذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. يدخلان بشفاعة هذا النبي الشافي آمين، بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala musibah khususnya kepada umat Islam dimanapun berada. Yang ditimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا كريم يا ربنا يا رحيم
الرحيم فرج على المسلمين بأحسن ختام إذا جنى لنصيرا وحان حين الحمام وزاد راشح الجبين وزاد حين الحمام وزاد راشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله لما استفاده عليه الفهم من صفات هذا العبد عبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء صلى والأبصار الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول صلى عليه الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم صلى الله مولودا عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم الله عبد الله بن عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وفي الذي عليه في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت عشاؤها
وأحكامها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. عليه. نطقت بفصيل العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه. من الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. فإن قرب ولوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار عليه. الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشف انكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. صلى الله عليه. في كله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه. صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فطفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل يحصره العد إذا حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من متن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. كمولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله وموضع عليه. ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. لشرفي عند الله يد القدرة ومع بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسلم فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. ولم يشفع فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسه وأجعته فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. ثم ودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعسه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولانا صلى الله عليه. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قيل إن ربيعة الأدوية رحمه الله كانت تصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة وتقول ما أريد بها ثوابا ولكن ليسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للأنبياء انظروا إلى امرأة من أمتي هذا عملها في اليوم والليلة وقالت وكل إشارة إليك خطاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فيا ليت شربي من بردك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. Dikatakan bahwa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan kita mendapatkan keberkahannya. Kanat tusalli fil yaumi wal laila 1000 rak'ah. Diriwayatkan seorang perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, beliau dalam sehari semalam mampu melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat beliau mampu melaksanakannya dalam waktu sehari semalam, 1000 rakaat, padahal orang dine. Watagulu
Dan beliau berkata, ma uridu biha thawaban, aku tidak ingin dari amal ibadahku sebanyak 1000 rakaat sehari semalam, aku tidak mengharapkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima, mau ditolak, mau mendapatkan pahala ataupun tidak. Walakin akan tetapi tujuanku mengerjakan sholat sebanyak 1000 rakaat liyasurra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu keinginanku, aku ingin membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lil anbiya, dan Nabi berkata kepada para nabi, harapanku Nabi bangga kepada aku dan aku mampu membahagiakan kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada nabi-nabi terdahulu, unduru ila imra'atin min umra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Nabi berbahagia, Nabi berbangga, aku mampu melaksanakan seperti itu, dan Nabi membanggakan aku pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, orang bini sandi nifas, orang bini sandi haid. Tanggung beliau sudah menggali kuburan, dan kuburan yang akan beliau tempati sudah dihatami Al-Quran sebanyak 1000 kali khatmil Quran. Sehari semalam 1000 rakaat. Kuburan saya tempatin ampun hataman 1000 hataman Al-Quran. Allahu Akbar. Dan beliau mengatakan, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaituka tarda wal anamu ghidabu, yang penting engkau hidup manis, hidupku terasa manis, hidupku terasa nikmat karena ada hubungan denganmu. Walaitaka tarda wal anamu ghadabu, sekalipun manusia benci kepadaku, yang penting aku mempunyai hubungan mesra denganmu. Allah Subhanahu wa taala. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainaka wa bainal alamin kharabu, sekiranya hubungan aku antara aku dan engkau terjalin dengan subur, terjalin dengan erat. Wa baini wa bainal alamin kharabu, sekalipun hubunganku dengan alam semesta ini hancur, yang penting aku selalu berhubungan denganmu. Allah Subhanahu wa taala. Idza sahha minkal wudda fal kullu hayyinun, jika benar-benar ini darimu, cinta ini darimu, maka segala hal yang berat akan menjadi ringan. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu, apa yang ada di atas bumi akan menjadi debu. Biarkan mereka akan mencaci aku, akan memuji aku, apa yang ada di atas debu akan menjadi debu. Tak nyari pocik manusia. 1000 rakaat hanya untuk mencari kebahagiaan dari Nabi. Mau orang benci, mau orang mencaci, mau orang setuju, mau orang mendukung, tak ngurus. Ma fawqa turabi turabu, apa sebenarnya sebumi jadi bumi, apa sebenarnya tanah jadi tanah, percuma. Sehingga beliau sama sekali tak mengharapkan cekkan pujian dari manusia, bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala beliau tak berharap. Keadaan saya nggak nikah, ampun mungkin sobung ning akhir zaman nggak nikah, lamun pun beda mungkin tertutup pura. Tinggal bagaimana aku panjenengan muhasabah. Bajang semalam ning 2 rakaat minta itu orot teh kemah, duha 2 rakaat minta soki, bajang malam sekalian minta 3 derajat teh, jadi kamah saya 1000 rakaat letak minta apa-apa ke pangeran. Karo teroma bunga ada ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak pola perkumpulan kaula ben panjenengan nikah bisa membanggakan kepada Nabi, bisa membuat hati bahagia, ben bangga aki dekat nabi-nabi sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini ketujuan buat sampean. Sekonek atau banyak tak inilah. Sepenting hadir buat sampean khusyuk, khudu', menghadirkan Nabi, semakin mencintai Nabi,
terus membanggakan Kanjeng Nabi, terus bunga dekat Gusti Kanjeng Nabi. Hakada nikah keadaan orang-orang lambe begitu mesranya hubungan kelaban Allah Subhanahu wa taala, begitu mesranya hubungan kelaban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mereka salafun as-salihun, orang-orang yang semak ke Gusti Allah sama sekali pun tandi harapan kecuali dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa di atas bumi dadi abu, dadi tolang, akan cacing tanah masuk ke kuburan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termoga kisah sesingkat nikah membuat kita akan semakin semangat untuk ibadah, ya, tak putus asa dalam ibadah, selalu berharap syafaat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari awsafil Muhammadiyati uquda tawajjat ila Allah mutawassilan wa sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sayfi mashkura fi ali fihi mahmuda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما ندم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال وتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعدة أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعديين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الحسد فلا تحرمنا ودنورا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره وما ببقته وشرف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأنت امرأ الدين القوي في جميع الأمطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.